السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا صوت إنسان. في يوم زي النهاردة من 13 سنة مصر دخلت واحدة من أصعب وأخطر لحظاتها. لحظة ما كانتش مجرد حدث سياسي عابر، ولكن كانت نقطة فاصلة غيرت شكل البلد كله ورسمت مستقبل مختلف تماما. 30 يونيو كانت بداية مرحلة عنوانها واضح: انقلاب على الشرعية وتكميم الأفواه وخنق الحريات. اللي بدأ بمظاهرات اتصنعت وترسم لها المشهد وبترتيبات كانت واضحة من بعض قيادات الجيش وقتها، انتهى بتدخل مباشر من هؤلاء الجنرالات لفرض واقع سياسي جديد، واقع أطاح بأول تجربة حكم جت بإرادة الناس، إرادة الشعب المصري وصناديق الانتخابات بعد ثورة 25 يناير. ومن ساعتها مصر دخلت نفق طويل، نفق بقت فيه الكلمة محسوبة والرأي له تمن والصوت المختلف معرض في أي لحظة للملاحقة أو القمع. منابر الإعلام اللي كانت المفروض أنها تكون مساحة للنقاش الحر اتحولت لمساحات ضيقة بيحكمها الخوف والرقابة، وبقى الكلام اللي خارج السطر مخاطرة. 13 سنة عدوا، لكن تمنهم كان قاسي جدا. آلاف المعتقلين، آلاف الأسر اللي اتكسرت، ومحاكمات طالت معارضين وصحفيين وحقوقيين وأكاديميين ومهندسين وطلبة وستات ورجالة لمجرد إنهم كان عندهم رأي أو موقف. اللي حصل ما كانش مجرد صراع على كرسي حكم، اللي حصل كان صراع على معنى الشرعية نفسها، على حق الإنسان إنه يختار، وحقه إنه يعترض، وحقه إنه يقول لأ من غير ما يدفع عمره أو حريته تمن للكلمة. 13 سنة من الوجع، 13 سنة من الأسئلة اللي لسه من غير إجابة، 13 سنة من الصمت المفروض بالقوة. 30 يونيو مش مجرد تاريخ عدى، 30 يونيو لسه عايش في الذاكرة كذكرى يوم انكسرت فيه إرادة الناخب وإرادة الشعب المصري واتفرض فيه بالقوة حكم الأمر الواقع. النهاردة بعد 13 سنة السؤال لسه مطروح: هل الشعوب ممكن تسترد حقها في الاختيار بعد ما أبواب الحرية اتقفلت؟ الإجابة لسه موجودة في الأمل. أمل إن يجي يوم تبقى فيه الكلمة حق مش جريمة، والاختلاف حرية مش تهمة، والعدل واقع مش حلم بعيد. لأن الشعوب ممكن تتقمع وممكن أصواتها تتحاصر، ولكن عمرها ما بتنسى، وعمرها ما بتتخلى عن حلمها في الحرية والكرامة والعدالة. مشاهدينا الكرام، بنروح مع حضراتكم لفاصل قصير وبنرجع معاكم لباقي حلقتنا النهارده. فابقوا معنا.